هلا وشلونكم؟ دائما بالشتا نحير بشنو الاكلات اللي نسويها والجو بارد نتعجز نقوم ونتحرك. هنا انا مسويت لكم اليوم اطيب فول مدمس تقدرون تعتمدوه وجبه عشاء او وجبه ريوق، عليها عصره الليمون ويا هاي الحبه شوكولات. صدقوني راح تلينون عليه كلش راح يعجبكم. هنا ابني بدا يشاركني. اول شي خليت ملعقه سمنه وياها بصل وثوم مقطع ناعم، بعد ما ذبل ضفت عليه الفلفل الاخضر ايضا مقطعته مكعبات ناعمه. بس يذبل راح اضيف عليه ملعقه معجون وراح ابدي احمسها كل زين. بعد ما احمسها راح اضيف عليها طماطه واحده مقطعه ومقشره، ايضا راح احمسها كل زين ويا الخضار. بعدها راح اضيف التوابل اللي هي فلفل اسود وكمون وكزبره، من كل شي ضفت ملعقه صغيره. بعد هنا راح اضيف ربع كوب مي، وبعدها راح اضيف الشطه اذا انتم تحبوا يكون بيه شويه حراره، وراح احركه كل زين وراح اغطيه لحد ما الصلصه تتسبك. هنا بعد ما تسبكت الصلصه ونشفت راح ابدي اضيف عليه الفول. انا استعملت هذا النوع شوي يكون هذا الطري الكثيف. ضفت هنا علبتين هي والمي مالتها وراح احركها كل زين. بعدها اي قلاص عندكم اي كوب راح ابدي هنا بنهايه هذا القلاص راح ابدي اهرسه بهذا الشكل. هنا بعد ما هرسته وصار بهذا الشكل راح اضيف عليه ملعقه كبيره راشي او طحينيه، وراح احركه كل زين واتركه تقريبا 10 دقائق لحد ما ينشف. وهنا صار عندنا جاهز. شوفوا ما احكي لكم الريحه. وهنا بعد ما جهز والف عافيه.